يا مساء الفل. عملنا مع بعض كذا نوع من أنواع المخللات، وقلنا طول ما في موسم للمخللات وحاجة تتعمل مخلل هنعملها مع بعض إن شاء الله. هنعمل النهاردة مخلل الكرنب بطريقة سهلة جدا ومفيش أبسط من كده. معايا 3 كرنبات صغيرين بالشكل ده، يا دوبك اللي أنا عملته فيهم قورتها بالطريقة دي بالسكينة وشلت الراس بتاعتها. تمام، ده كل اللي أنا عملته. وطبعا الورق اللي هو بيبقى أخضر اللي مش حلو من بره بيتشيل. بعد كده بقى جبت السكينة وبدأت اللي انا اقطعها على 4 بالشكل ده. وبعدين هاخد كده جزء جزء وهبدأ اللي انا اقطعه شرايح. هتقطعيه زي ما انت عايزاه، عايزة تقطعي تقطيعة كبيرة صغيرة براحتك خالص، بس التقطيعة دي هتطلع معاكي حلوة جدا مناسبة يعني. تمام، قطعت بقى كده الكمية بتاعتي الاولانية او الربع. هجيب بقى طبق وهبدأ اللي انا احطه فيها. لسه ما غسلتوش ولا اي حاجه، انا يا دوبك شلت الورق وشلت الراس بتاعته وقمت مقطعاه بالشكل ده. هقطع برضو كده، يعني حاولي ما تقطعهوش تقطيعه كبيره قوي علشان وانت بتاكليه يبقى في ايدك كده حتى شكله ظريف. هقطع بقى كل الكميه بتاعتي بنفس الطريقه. بعد بقى ما خلصت الكمية بتاعتي كلها، انت طبعا تقدري اللي انت تعملي كرومباية واحدة، فانا كان متوفر عندي فعشان كده عملت الكمية دي. بعد كده خدته بقى تحت الحنفية، غسلته كويس جدا بالمية والخل كذا مرة، وبعدين سبته لحد ما تصفى خالص. علشان بقى الكرنب بتاعي يدبل شوية وينزل المية اللي فيه، هرش عليه شوية من الملح. لو انت وراكي حاجة بقى بتعمليها في المطبخ هتعملي الخطوة دي وتسيبيه لحد ما تخلصي وبعدين تشتغلي فيه، او تسيبيه ساعة او ساعتين كده، لان الكرنب بتبقى الورقة بتاعته هايشة شوية وتخينة. فانت لو ما نزلتيش المية اللي فيه بعد ما تحطي مية التخليل عليه في البرطمان، المية هتزيد منك وهيقع من البرطمان. تمام، وكمان بيبقى هايش ومش هتعرفي ان انت تحطيه كويس. فالخطوة دي بتطريه شوية وبتنزل المية اللي فيه. بعد ساعتين معدوا بدأت اللي انا اجيب البرطمان واحط فيه الكرنب، ومعايا بنجرايه مقطعاها حتت بالشكل ده شرايح. ايه فايدة البنجر؟ علشان يغير من لون الكرنب شوية، هيديله لون وردي كده، بيبقى لونه حلو جدا. لو انتي مش عايزة وعايزة تسيب الكرنب بلونه كده بطبيعته مفيش مشكلة، بس جربي اللي انت تحطي كده شرايح بنجر معاه، بيخلي لونه حلو جدا. هاملة بقى البرطمان واضغطي قوي لان هو بيبقى طري معاكي، فاضغطي البرطمان هياخد معاكي كمية كبيرة. فبفضل احط كده واضغط لحد ما يتملي معايا على الاخر خالص ويتكبس معايا. زي ما انتوا شايفين بقى المية اللي في الطبق نزلت قد ايه بتاعت الكمية دي، شايفين؟ المهم خلصت البرطمان التاني مليته على الاخر وحطيت في برطمان تاني بالشكل ده. بضغط عليه بايدي قوي كده علشان اضمن اللي هو يتكبس كويس، ولو احتاج تاني بحط له. ومعايا برضو شرايح كده من البنجر هحطها على الوش علشان اللون بقى يبدأ ينزل من فوق لتحت كده، واللي في النص المية هتيجي عليه ويدي برضو اللون من فوق ومن تحت. هحط كده. بعد ما خلصت بقى هنبدأ نجهز مية التخليل بتاعتنا. عايزاكم بقى لو لسه ما عملتوش اللايك انزلوا اعملوا اللايك بيساعدني جدا. معايا هنا 1.5 لتر من المية، هحط عليهم فنجان من الخل ومعلقة كبيرة من الشطة، ومعايا 6 معالق كبار من الملح، او كل كوباية ملح عليها قصدي كل كوباية مية عليها معلقة ملح. تمام، المية دي طبعا انا غليتها وسبتها لحد ما بردت خالص. هقلب بقى كده الملح كويس لحد ما يدوب، وبعد كده هملى البرطمانات بتاعتي. الكمية بتاعتي اللي انا عملتها ديت في مية التخليل
مش هتكفي معايا البرطمانين، فهتخلص وهعمل قدهم كمان مرة. هفضل احط كده لحد ما املى البرطمان ويتغطى خالص ومفيش حاجة تبقى باينة، يبقى كله متغطي بالمية علشان ما يبص منك. تمام. هحط بقى الكمية دي وهعمل مرة كمان علشان ما كفتش معايا. بعد ما خلصت زي ما انتوا شايفين كده غطيته كله من فوق، هبدأ بقى اللي انا اغطيه كويس كده. مخلل الكرنب خلص معانا، عملناه بأسهل طريقة وما بياخدش وقت خالص، من أسهل المخللات اللي ممكن تعمليها. شايفين بقى اللون بدأ يلون معانا ازاي، ولسه كمان تقدري بقى تفتحي عليه بعد يومين بالظبط هتاكلي منه أحلى مخلل كرنب هتعمليه. ولو عاملة كمية بعد ما يتخلل معاكي يعني في التلاجة مش هيجراله أي حاجة. يا رب الوصفة تكون عجبتكم وتكون سهلة وبسيطة.